صبرا فام. ياسمين ثلاثة. ياسمين ثلاثة. في البوادي تتنوع اللمات ويتنوعوا الضيوف، ولكن المعنى هو سفرة بدوية 100% كيف كل نهار أحد. اليوم نرافقكم إن شاء الله من نصف نهار الماضي 3 في لمة بدوية جاو فيها الحبيب من الأبعاد، جاو فيها عائلة المرحوم ملك الفن البدوي إسماعيل الحطاب، واللي سعداء باستضافتهم باش نكرموهم اليوم في لقاء خاص. نرحب بمدام طاووس أو مدام جنات اللي هي زوجة المرحوم الراحل إسماعيل الحطاب. عسلامة مدام. عسلامة. مرحبا بيش نحويلك. عايشة. زادتنا البركة. وبيك. كيما نرحب زاده بمدام سونيا الحطاب ابنة المرحوم اسماعيل الحطاب. عايشة. مرحبا بك مدام. ويحضر معنا زاده نسيب سي اسماعيل الحطاب سي لطفي النفاتي اللي بعد شويه ان شاء الله باش يكون معنا باش يحكي لنا على علاقته بنسيبه، باش يحكي لنا على خصال سي اسماعيل الحطاب. اليوم نحاولوا نعرفوا اسماعيل الحطاب الانسان، اسماعيل الحطاب الفنان. وكي نقولوا خلينا كي نقولوا الراديو قبل او الاذاعه قبل نقولوا عبد العزيز العروي، ونقولوا زاده اسماعيل الحطاب. كي نقولوا سهرات رمضان قبل والكافي شانتا نقولوا اسماعيل الحطاب. هذاك علاش يحضر معنا زوز من اقطاب الغنيه البدويه بعد المرحوم اسماعيل الحطاب اللي هما الفنان البدوي ولد الوسلاتيه الفنان لمين اللوسيعي. مرحبا بك سي لمين. مرحبا بكم كل الناس. هذاك ابونا البوينا الناس كل الفن البدوي نشكروه ونحبوهم لان نحن صغار بدينا الفن نتبعوا فيه بحول الله والحمد لله. يعطيك الصحة يا سي لمين. كيما نرحب زاده بابا خميس جلاسي الفنان البدوي خميس جلاسي. نرحب بك سي خميس. عسلامة. ونعرف صوتك يشبه برشا سي اسماعيل حتى هو القدوة. واليوم جبت لنا تصويرة حلوة تجمعك بالمرحوم اسماعيل الحطاب. نعم. الزوز في الجبة هكا. ها؟ معطرين الكابوس ما شاء الله. الله يرحمه. يرحمه وينعم وميت صحيح، اما لكن عمره ما يتنسى وعمره ما يخرج من الذاكرة من المخيلة الشعبية التراثية التونسية. مرحبا بسي بوسنة. عليكم السلام. سي علي بوسنة زكار حاضر معنا. طبلة سي رضا ربيع. انا نحب نسالك حاجه واحده رضا ربيع، تو انت عملت لنا كي تريك انا لا الطبله قلت نتاعك عشيرتك تنقبه في البيت. اي قداش عندها ساعتها؟ عندها مين عندها سنين. قداش كانت؟ يمكن فما حكايه 20. بعد 20 سنه يلا غالبه مشيت على روحها. هز ربي بتاعو. لا الجلود لا ديما يتقطعوا. انا نحكي لك على الطبله نتاعك انت قداش عاشرتك؟ عشتني ها قلت لك 20 سنه. من بعديك مشيت على روحك؟ لا موجود مازالت عندي توا مجهود يتقطعوا. اي هذاك شنو نقصد معناها مشيت على روحها معناها تقطعت. بك انت بكري توا تفضلك قلت لي على خاطر حتى التغذيه نتاع الماء الجلود ما عرفتش زي هذاك علاش تقطع. قبل الماء زفلتي ولا جلدها كاسع وباهي وبرشني وجلده كاسع. ايوا تولوا نتاع قشور نتاع ايوا كيما العبد بالضبط. انا عندي عم بابا. أيوة. عم بابا عمره 110 تو يفز يقعد يتكى ويفز وحده من غير ما يفز واحد. ونايا تو عمري 49 سنه كي نتكى شويه لوطك يجي يفز يلزم يزوز من الناس باش يفزوا. ميل الجلد تبدل نتاع المعز كيما قلت انت، وحاله من حال الطبله وحال الطبله من حال المعز. ميلا حالهم زاده كيف من حال الفن اليوم. فما حالات ما تتكررش، فما ناس خدمت واضافت للمجال الفن الاغنيه البدويه، فما ناس داخله هكاك على المهموته وعلى الهامش للاسف. اختي سعيده خلوا في اللي ماتوا هذوما القدم كيما اسماعيل الله يرحمه فرشها زرابه للعباد هذه تخدم تو. خليها لهم ما فلوسها زرابه ماني حاضر كل شيء حاضر يمشي يخدم يغني وكان. وشنو هي مقولته الشهيره المرحوم اسماعيل الحطاب؟ اسماعيل يقول سمعته يقول خزرت للسرب ونحسب ماء استعجلت بزعت ماء مانيش على شربة الماء بيا علي لحقه وراي. ايوه الله يرحمه ذا صالح يعملوا قبل ما كيما يقول رزق حكايه 5 سنين 6 سنين هنا في الغابات انا ومعاه مع اسماعيل الله يرحمه. الله يرحمه. كيما يقول زاده اسمع يلي تحب تغني دير سنيه خصوصي ليك ما تبعش اللحن فاني راهي نيتي بعيده عليك صحيح راهي نيتي بعيده عليك. ونمشيو مباشره برشا جو يستناو فيكم وبرشا اغاني باش تتمتعوا مع سي لمين اللوسيعي مع سي خميس الجلاسي. اما قبل هذا ودونو نمشيو توب تقرير روبورتاج وسام القرقني بخصوص المرحوم ملك الفن البدوي اسماعيل الحطاب. كما لقبوه ملك الفن البدوي كان احسن سفير للاغنيه. صبرا فام. ياسمين ثلاثة. ياسمين ثلاثة.